السلام عليكم ورحمة الله. النهارده هنتكلم على نبات التمبروجيا أو العيون السودا. ده عندي من النباتات اللي هي المتسلقة. طبعًا بيدينا زهرة صفرا زي ما إحنا شايفين كده. بتبقى موجودة معايا خلال بدايةً من موسم الربيع أو من أول شهر 4 كده أو آخر 3 لحد شهر 11. وساعات في الشتا بتظهر بس مش كتير يعني، أو الأزهار عادةً بتقل أوي أو يعني بتبقى مش موجودة يعني. ممكن نلاقي زهرة أو زهرتين بس. طبعًا ده عندي من النباتات اللي هي متسلقة طبعًا زي ما إحنا شايفين كده. طبعًا هو ال الأوراق نفس شكلها، الشكل اللي إحنا شايفينه قلبي شوية وشكلها صغير. الأزهار عندي بتكون لونها أصفر. الشكل عندي بتاع النبات عندي طبعًا لمّا يبدأ إن هو يتسلق على لازم يكون متسلق يعني هو أحط له حاجة يتسلق عليها بعد ما يبدأ إن هو يتهدّر كده بعد ما يتسلق على. لو أنا حاطط بارجولة أو حاجة يدّيني طبعًا منظر شكله جميل جدًا. النبات عندي مش منتشر كتير. مش هنلاقيه في مشاتل كتير، بس هو النبات عندي النمو بتاعه بيكون كويس وسهل في التربية بتاعته. وطبعًا النبات عندي ده ما فيهوش أشواك، يعني ده غير الجهنمية. الجهنمية لو كنا عندنا ده من أشهر النباتات المتسلقة اتكلمنا عليه قبل كده بس كان فيه أشواك. النبات التمبروجيا عندي أو العون السودا ده ما فيهوش أشواك. شكرًا.